الكلبة ستو الورم انتشر للرئة ومش فاكرة في مكان تاني. كنت لسه بشوف انا انقذتها امتى، مش عارفة ليه كنت فاكرة او كنت حاسة انها ما بقالهاش 5 شهور معايا. بعد كده اكتشفت ان انا انقذتها في سبتمبر اللي فات يوم 3 بالظبط. كمان 3 شهور بالظبط هيبقى بقالها سنة انقاذ. حسيت ان هو حتى لو هي راحت بس ربنا قدرني ان انا اديها سنة من عمرها بنحاول معاها ومرتاحة وعايشة وسط ناس بتحبهم. للي مش عارف حكاية ستو، انا ستو انقذتها من الشارع لما شفتها وفي ورم طالع من صدرها منفجر عمالة تنزف. طبعا وديتها عملت عملية، شالت الورم مرة رجع تاني، شالته تاني رجع تالت، شالته تالت، وبعد كده ما رجعش تاني في نفس المنطقة خالص. وبعد شهرين تقريبا ابتدى يظهر عليها اعراض ان رجليها اطرافها الاربعه كلهم منفوخين وما بتقدرش تقف عليهم خالص. عملنا لها تحاليل، كان عندها طفيليات دم، اتعالجت منها، خفت منها، بعدين اتحسنت شويه، ابتدت تقف شويه، بعد كده رجعت تاني، بعد كده ابتدت تفقد قدرتها على الاكل ونفسها كانت مسدوده وعلى طول نايمه، لغايه ما عملنا لها ايكو على القلب وعملنا لها اشعه، وساعتها لقينا ان الورم انتشر. كده كده احنا من الاول واحنا عارفين ان نوع السرطان اللي عندها كان سرطان خبيث، يعني مش النوع اللي هو الحميد وملوش كيماوي، النوع ده ملوش كيماوي. ولكن اي سرطان اي كانسر سواء حيوان او انسان صعب الرحله بتبقى صعبه والفراق بيبقى صعب والالم بيبقى صعب. هي اصلا ستو احنا مسمينها ستو عشان هي كبيره في السن، عشان هي عاشت فتره وتستحق انها ترتاح، والحمد لله على كل شيء.